بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. من زمان قبل ما يكتب التاريخ حروفه كانت عين الرب الإله مفتوحة على العالم وعم بتحضر الخلاص، ومن بين كل هالخليقة كان في بنت مختارة بقلب الآب وبفكر الآب، وهي بنت من الناصرة بسيطة، كانت مختارة لحتى تكون الممتلئة نعمة، مثل ما قال الملاك جبرائيل لما زارها. هالبنت يلي اسمها مريم دخل عليها وقال لها: السلام عليك يا ممتلئة نعمة، الرب معك. هالكلمة ما بتنقال لأي أحد آخر، وما انقالت لأي أحد آخر بالكتاب المقدس. وهون منكتشف سر كبير، سر الطهارة المطلقة، سر مريم يلي من أول نفس فيها كانت مكرسة كلها للرب من دون دنس. مفهوم الممتلئة نعمة منه بس مجرد تحية، هو هوية، مسيرة، حقيقة لاهوتية بتقول إنه مريم ما عرفت الخطية الأصلية بحياتها ولا للحظة، ولا عرفت أبدا الخطية الإرادية، لأنه هي كانت مسلمة كل حياتها للرب، والرب كان عصمها من الخطية الأصلية منذ اللحظة الأولى من الحبل فيها من بيا يواكيم وأم حنة. وهيدا الشي مش لأنه هي أقوى من البشر، ولكن لأنه النعمة غمرتها من اللحظة الأولى لوجودها. وهيدا اللي بتأكده الكنيسة من العهد القديم للعهد الجديد، من التقليد للليتورجيا للإيمان الشعبي. بسفر التكوين منشوف كيف الرب قال للحية: أجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها وهو يسحق رأسك. الكنيسة شافت بهالنبوة صورة المرأة الجديدة يلي هي مريم، يلي في عداوة بينها وبين الشر. وهالعداوة ما كانت عداوة نص نص، بل كانت عداوة كاملة مطلقة، وما كان فيها تكون إلا هيك، لأنه مش ممكن تكون نص عداوة إذا كان مريم لمسها الشر. من هيك مريم ما لمسها الشر أبدا، من هيك هالعداوة كانت أبدية، وكان اسمها عداوة مثل ما ربنا بتمه القدوس قال للحية عن عداوتها مع مريم. هالكلام رجع مربولس لحتى يكتب برسالته للرومانيين ويحكي عن آدم الجديد يلي هو يسوع المسيح. ومش معقول يكون في آدم جديد من دون حواء جديدة، ويكونوا اثنين خلق جديد وخلق طاهر، لأنه نحن فتنا مع ربنا بعهد خلاص وعهد جديد مع ابنه يسوع المسيح من خلال ابننا مريم العذراء المرأة الجديدة. وهذا الشيء خلى مرفرام السرياني يشوف بأمنا مريم الأرض الطاهرة، هيك سماها، وكتب وقال: الأرض الطاهرة يلي طلع منها شمس البر. مرفرام كان يشبه أمنا مريم بالطاهرة منذ البدايات. بكتاباته بنشيد العذراء بيقول: فيك ما لمس فساد، ما فيك شي من فساد آدم. وهيدا دليل انه فكر الكنيسة من القرن الرابع والخامس كان واضح نحو مفهوم الحبل بلا دنس، حتى لو انه العقيدة ما كانت بعدها معلنة رسميا. اذا منرجع للتقليد الكنسي خصوصا بالشرق، منشوف انه كانوا يشوفوا انه العذراء هي قديسة منذ الرحم. هيدي كتاباتهم، صلوات، تراتيل، كانوا يقولوا المكرسة للرب، كانوا يسموها كمان الهيكل الطاهر. وكلنا بنعرف انه الهيكل ما كان ابدا يلمسه دنس، وهيدا الهيكل الطاهر ما بيدخلوا ابدا وبالاخص بالغرب الكاثوليكي، لدرجة انه هيدا الايمان صار مترسخ بحياة المسيحيين بصلواتهم، اعيادهم، وليتورجيتهم. مع انه الكنيسة كانت مقتنعة انه هيدا ايمان الرسل، بقي في نقاشات لاهوتية عبر القرون، مش لانه الايمان غلط،
بل لأنه في ناس كانوا يفسروا الخلاص بطريقة ميكانيكية وما يفهموا أنه الله قادر يخلص شخص بطريقة واقية قبل السقوط، مثل ما بيخلص غيره بطريقة رافعة بعد السقوط. وهون دخل القديس توما الأكويني بنقاش طويل، ورجعوا الملافنة أخذوا منحى أعمق، خصوصا دون سكوت يلي فسر أنه استحقاقات المسيح تشتغل قبل الزمن وبعد الزمن، وبالتالي مريم نالت الخلاص من المسيح قبل ما تتلوث بالخطية الأصلية. مع أنه الإيمان كان موجود من أيام الكنيسة الأولى، ومع أنه القديسين والليتورجيا والأباء أصروا عليه، إلا أنه بالقرون الوسطى والقرون اللي بعدها شفنا هجمات كبيرة على مكانة العذراء، خصوصا مع انطلاق الإصلاح البروتستانتي اللي هن سموه إصلاح بالقرن ال16، يلي كان يشوف أنه أي تكريم لمريم العذراء هو تقليل من مكانة المسيح. فصار الهجوم مش بس على الألقاب، بل صار على العقائد الأساسية حول العذراء. وهون الكنيسة الكاثوليكية الأم لقيت حالها مجبورة توضح وتفسر وتعلن رسميا الشيء يلي هي مؤتمنة عليه من زمان، يلي هو إيمان الرسل والأباء القديسين. وهون اجا دور الكنيسة كسلطة تعليمية انه تحكي. ب8 كانون الاول سنة 1854 اعلن البابا بيوس التاسع عقيدة رسمية، وقال فيها: مريم منذ اللحظة الاولى للحبل بها وبنعمة فريدة من الله وباستحقاقات يسوع المسيح منحت نعمة الحماية من دنس الخطيئة الأصلية. منروح على كتاب تعليم الكنيسة الكاثوليكية ومنشوفه كيف بردد هالجملة، وبيشرح انه العذراء نالت نعمة فريدة من نوعها لأنها كانت مدعوة تكون أم الكلمة المتجسد. الإعلان ما خلق إيمان جديد، بل ثبت إيمان قديم راسخ مثل ما بتقول الكنيسة نفسها. ومش صدفة انه الإعلان اجا بمرحلة كانت الكنيسة فيها بحاجة لحتى تثبت الحقيقة بوجه هجمات ضخمة، خاصة بالغرب. بعد 4 سنين بس، وكأنه السما كانت عم تختم بختمة، ظهرت العذراء ببلدة لورد بفرنسا لقديسة اسمها برناديت، وقالت عن حالها: أنا الحبل بلا دنس. هالكلمة البسيطة كانت كأن مريم بنفسها عم بتقول للعالم: أنا ما نطرت أعلان العقيدة لصير هيك، هيدا هويتي من الأساس. ما ننسى إنه الملاك قال لها: يا ممتلئة نعمة الرب معك. الآيات الكتابية بتشدد على القداسة التامة والاختيار الأزلي، مثل ما بيقول بولس: اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون قديسين وبلا لوم أمامه. والكنيسة بتشوف إنه مريم هي أول مين تحققت فيها هالكلمة بشكل كامل، لأنها هي أم المخلص. بالعهد الجديد لما الملاك قال لها الممتلئة نعمة، استخدم كلمة يلي هي كيخاريتوميني باليوناني، وهي صيغة ما بتدل على نعمة لحظية أو لحظة معينة للنعمة، بل على حالة دايمة من الملء، وكأنه النعمة سبقت ورافقت واستمرت مع هالإنسانة. الإنجيل بكمل هالمعنى لما إليصابات يلي كانت مليانة من الروح القدس بتصرخ: مباركة أنت في النساء. هالمباركة ما بتكون إلا لأنه في شي شامل، شي جوهري، شي بيفصلها عن باقي النساء. أما عند مارفرام السرياني فالموضوع بياخد بعد شعري إلهي. مارفرام شاف بمريم حواء الجديدة يلي من خلالها رجعت الحياة محل الموت، وبقول عنها: بكي لا أثر لعثرة القديم. السريان، البيزنطيين، الموارنة، الأرمن، الكلدان، كلهم كانوا يعيدوا لحبل القديسة مريم من أول ألفية، وهيدا بدل أنه الفكرة ما كانت اختراع متأخر. الكنيسة الأولى كرمت مريم بصلواتها وأناشيدها وطقوسها كطاهرة غير فاسدة النقية. هيدي الألفاظ ما بتترك محل الشك أنه الإيمان الشعبي والليتورجي سبق العقيدة المكتوبة بوقت طويل. ومن هون فينا نفهم أنه الكنيسة الكاثوليكية ما اخترعت عقيدة جديدة، بل أعلنت رسميا إيمان رسولي قديم كرمال توقف بوجه الهرطقات والنقاشات العقيمة. البروتستانت وغيرهم شافوا التكريم لمريم تهديد،
بس الكنيسة وضحت انه كل شي بتقوله عن مريم مرتبط بيسوع. لو مريم مش ممتلئة نعمة، كيف رح تكون ام القدوس ابن الله؟ وكيف رح يحمل جسد المسيح قداسة كاملة لو الجسد مأخوذ من طبيعة ساقطة؟ هون بيلمع خطة الخلاص. يسوع بخلص امه استباقيا، قبل اللمس، قبل الجرح، قبل الخطية. وبعد إعلان العقيدة، لورد صارت نقطة تحول. ظهورات، المعجزات، المياه الشافية، كلهم صاروا شهادة إضافية إنه السما موافقة على إعلان الأرض. برنادات الأمية البسيطة سمعت من العذراء كلمة ما كانت بتعرف معناها: Je suis l'Immaculée Conception، أو أنا الحبل بلا دنس. رجال اللاهوت كرادلة مؤمنين زاروا المكان وفهموا إنه الله ختم بكلمة بنت فرنسا البسيطة إعلان الكنيسة الجامع. اليوم لما منرجع للإنجيل ومنسمع العبارة السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك، منعرف إنه هيدا مش جملة عابرة، هيدا مفتاح لفهم سر مريم، سر النعمة اللي سبقت الطبيعة، والقداسة يلي سبقت كل ضعف، والطهارة يلي سبقت التاريخ. مريم مش فوق البشر، بس هي أول مين تحقق فيه قصد الله للبشر. هي إنسان بلا دنس بلا عيب، كاملة بالنعمة. وهيدا يلي بعلموه تقليد الآباء الليتورجيا والكنيسة، يلي أصروا على إعلان الحقيقة بوجه العاصفة الجهنمية. وكل مرة منرنم يا ممتلئة نعمة، منكون عم نردد إعلان السما والأرض إنه طهارة مريم هي فوق كل طهارة، والنعمة يلي كانت حاملتها هي أقوى من كل دنس. شو بدي قلك يا أمي؟ بحط بين إيديك حياتنا، بحط بين إيديك أمالنا، بحط بين إيديك حبنا، أشواقنا، دموعنا، ابتساماتنا. بهالليلة نحن عم نتحضر لميلاد ابنك ببيت لحم. منفتح قلوبنا بيت لحم، ومنفتح عيوننا نجمة يلي نورت للمجوس لحتى اجوا سجدوا لابنك، لحتى نكون من خلال عيوننا عم نعكس نظرتك، عم نعكس نور ابنك لكل انسان انت تلاقيتي فيه، نكون نحن عم نلتقى فيه. نشوف الرعيان، ونشوف المجوس، ونشوف الملائكة، نشوفهم بإخوتنا يلي عم نلتقى فيهم كل يوم بنفس الحب. نتطلع فيهم يلي تطلع فيهم الطفل ابنك ويلي انت استقبلتيهم فيه، ونكون نحن مثلك على مثالك، عم ناخد كل هيدا الشي نحطه بقلبنا ونتأمل فيه لحتى يزهر فينا مثل ما زهر فيك بالقيامة مع ابنك ربنا يسوع المسيح. والآب يلي له كل المجد، والروح يلي له كل سجود وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.